دكتور، على سيرة التربية عموما، التربية على الست ولا على الراجل؟ عشان في رجالة كتير فاهمة ان التربية اصلا على الست. يعني ايه رأيك في الموضوع ده؟ بصي، دايما الاب يقول خلاص انا مكنه ATM وانا ليا ان انا اشتغل طول اليوم بره واديكم الفلوس التربية تصرفوها شغلانتك وتجيبوا اللي انت. انتوا عايزينه، وخلاص ماما هي اللي بتربي، بحيث لو حصل اي مشكله للولد طبعا بيبقى انت معاها مع المسؤولة. الاب مشكله، انت المسؤوله. الكل لا طبعا. مم. التربيه لازم بتكون زي ما قلت مشتركه ما بين الاب والام، لازم صح. احنا الاثنين بنقعد مع بعض الاول، يعني بنتشاور هنربي ولادنا ازاي، صح. عايزين نرسم مستقبل اولادنا ازاي. طب ازاي هنخلي الاولاد يبقوا معانا في مستقبلهم، ان احنا نرسم لهم حاجه هم انا شايفه هوايه في ابني بنميها. صح. انا شايفه في بنتي مثلا نموذج، مثلا ممكن تطلع مثلا مهندسه ديكور فيها هوايه جميله. احنا بنقعد مع بعض وبنشترك لهم في حاجه تنمي الهوايه دي عشان ما يكبروا. انا وديتهم المدرسه، انت ممكن توديهم التمرين، نتشارك بقى في كل حاجه، ما يبقاش في حد واخد المسؤوليه كلها وحد لا يعني خالص. احنا على ايام مثلا تربيتنا احنا كان لازم وقت الغداء ده كلنا نبقى قاعدين على السفره نتغدى. صح. طبعا انا ما اقدرش اقول طبعا، انا عارفه ان الظروف الاقتصاديه الاب بقى بيشتغل شغله واثنين واحيانا ثلاثه، فاحنا وقت الغداء احيانا فعلا كتير جدا مش بيكون موجود. لكن على الاقل خليها مره واحده في الاسبوع، وليكن الويك اند جمعه او سبت لازم تتغدى مع الاولاد وتقول لهم عملتوا ايه، قولوا لي بقى يا حبيبي عملتوا ايه طول الاسبوع. فعلا المفروض يكون في يبقى متفاعل معاهم. لكن طول النهار بره وبيجي على النوم، طبعا هو نفسه ما بيبقاش قادر ان يقعد مع الاولاد ويفهم هم عملوا ايه، ولا يقول لا انا مش قادر اسمع المشاكل. طب على الاقل خلي فيه يوم واحد في الاسبوع نقعد مع الاولاد ونقعد ننصحهم، نقعد مثلا نخرج خروجه جميله مع بعض، ونقسم برضو المسؤوليات قدر الامكان. هو مش لازم يعمل حاجه كبيره، طبعًا. بس يبقى فيه مسؤوليات حتى ولو بسيطه على الراجل بما انه بيشتغل.